السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير اموركم مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه والله حتى قنبوله وحق الله الا واعره ديال السنان. هذا البنات جربوها، واللي جربها في المره الاولى اول استعمال فعلا ما دات لي حتى شي حاجه، ما بيضت لي سنانه ما حتى شي حاجه، يخليها لي في التعاليق. كنتحداكم البنات حيت هاد الوصفه غزاله وزوينه. هاد الوصفه البنات فيها مكونات ساهلين ماهلين، خاصين والله الا البنات خاصين يعني لاقصى درجه، ومكونات اللي فيها حتى هما ساهلين ماهلين. المهم خليكم البنات غندوز دابا باش نوريكم يعني المكونات اللي فيها. هنايا البنات عندي الفاخر. هاد الفاخر البنات انا موجده بوحديته، كنشد الفاخر كنطحنو وكندير معاه القرنفل، كنطحن مع القرنفل حتى هو حبه ديال القرنفل، وكنطحن مع البنات عرق ديال السوس. يعني كتمشيو للعطار تاخذوا عرق السوس وكيعطيه لكم. هنا البنات عندي هذا البنات حتى هو غير عرق السوس. هذا البنات عرق السوس كيشدوه كيطحنوه كيتباع فحال هكا. يعني نتوما البنات الا ما بغيتوش مثلا انكم تاخذوه من عند عطار ولا شي حاجه، خذوه غير هكا كيتباع فهاد الحكيك فحال هكا، كيكون موجود عند هادوك مثلا كيكونوا حاطين في الارض هذاك الشيء ديال فحال دوك البومادات الماساج وداك الشيء، راه كاين البنات والثمن ديالو ما غاليش بزاف. يعني الا انت عكزتي انك تحضريه. عندنا البنات هنايا شويه ديال الملحه، وعندي معلقه ديال بيكربونه. المهم باش غنوجد هاد التخليطه هذه، هنا كناخذ يعني المكونات كاملين وكنخلطهم مع بعضياتهم. هنا تقريبا البنات دات قياس ديال يعني معلقه كبيره ديال داك الفاخر ومعلقه كبيره ديال البيكربونه. صافي كنخلط هاد الشيء هكا مزيان. من بعد غتجيبوا دونتيفريس وغادي هو اللي باش غادي تخلطوا به. بزاف د البنات لا يقول لك زعما دونتيفريس لا غيبيضوا شي حاجه نهائيا، يعني يمكن لك تستعملي ما بغيتيش تستعملي دونتيفريس استعملي العسل. المهم شي حاجه اللي غتكون حلوه باش انك يعني تقدي انك تحكي به سنانك. انا خديت البنات هاد الدونتيفريس هذا كيف ما قلت لكم ما اشهار ديال لي دونتيفريس لا حتى شي حاجه. استعملوا اي معجون اسنان عندكم، ما بغيتوش تستعملوا استعملوا العسل. صافي هنايا خديت فقط هذيك يعني داك الكميه اللي غنحتاج، وغادي نخلطها هكا مزيان حتى كتجانس ليا وكيولي اللون ديالها يعني في الكاي يعني ماضي، حيت درت معاه هذاك المعجون الاسنان اللون ديالو بيض. صافي غادي نخلطو هكا مزيان بشويه بشويه حتى غادي نحصل عليه فحال الكريمه. ها نتوما شفتوا يعني اللون ديالو فحال هكا. هنا جبت السنان اللي غادي نحك فيها. بالنسبه للبنات اللي كيقول اللي ما بغيتوش ما تخسروش السنان ديالكم، راه ما كيبقاش نهائيا في السنان في الشتاء زعما ديال السنان كتولي بيضه كونوا هانيين. المهم البنات هنايا غادي نجاوبوا قدامكم باش غادي تشوفوه. صورت لكم هذيك اللقطه من جهه المونطي لقيت انها تمسحات، ولكن انا صورت لكم انني كنحك فيها اسناني. مهم الا بغيتي ديريه هكا كله وتخليه محتفظه به مع العسل تحتفظي به، مع دونتيفريس ما تحتفظيش فيه. فهمتوني؟ يعني داك الكميه كلها الا بغيتوا انكم ما تسدوها هكا في بواطه وتخليوها يمكن لكم تستعملوها، ولكن ما يكونش معها معجون ديال الاسنان. فهمتوني؟ استعملوا معها العسل. المهم هذا مكان هنايا غادي نوريكم هذاك الفاخر اللي كنت قلت لكم استعملتها. هو انا مستعمله انا في بواطه، واخده الفاخر قياس ديال الفاخر وطحنته غير هكا دقيتو في الماء عاد دوزتو في مولينيكس هو دغيا كيطحن، ودات معاه هنايا الحبات ديال القرنفل ودات معاه بيكربونه. يعني هذه هي اللي ديما كنستعمل باش كنحك بها سناني. والمشكله البنات وحق الله العظيم الا النتيجه من يعني الدقه الاولى. غير نتوما خذوا شويه الوقت باش انكم تتحكوا، يعني ماشي غتجيو صافي دغيا غادي انكم تحكوا شويه وغتحبسوا، لا على الاقل شي 4 دقائق هكاك 3 دقائق حتى ل 4 دقائق. المهم صافي انا مخليها هنايا. هنا البنات راه كنحكوا. المهم البنات كنتمنى فيديو يعجبكم. كيف ما قلت لكم جاوبوا الوصفه وخليوها ليا في التعاليق.